السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتحدث عن آخر أخبار المنتخب اليمني للناشئين وعن استدعاء المنتخب السابق، وكذلك سنتحدث عن أبرز اللاعبين الذين في شكوك في مدى استبعادهم. لكن قبل البدء أرجو منك عزيزي المشاهد أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك آخر أخبار المنتخب اليمني للناشئين. أكد مدرب المنتخب اليمني المدرب محمد حسن البعداني أنه في يوم الجمعة المقبلة سيتم استدعاء لاعبي المنتخب اليمني للناشئين السابق، والقائمة التي استدعاها المدرب مكونة من اللاعب وضاح أنور ومروان عبد السلام واللاعب ياسين فتحي واللاعب هشام شهاب واللاعب علي محمد واللاعب أحمد مصطفى الحاج واللاعب محمد جابر الهندي واللاعب محمد رائد واللاعب علي نبيلة واللاعب سعيد العولبي واللاعب محمد وهيب واللاعب عمر طاهر ومحمد خالد وعصام عبد اللطيف ردمان واللاعب أحمد عادل واللاعب أنور الطريبي واللاعب هيثم السلامي واللاعب عبد الرحمن الخضر واللاعب عادل عباس واللاعب أسامة عبد الله واللاعب محمد البرواني واللاعب مختار موفق واللاعب عبد الرحمن عبد الله. وسيتم دمج هؤلاء اللاعبين مع اللاعبين الذين يقوم بتدريبهم المدرب البعداني في صنعاء، وحينئذ سيتم اختيار أفضل اللاعبين من كلا الفريقين. أما عن أبرز اللاعبين الذين في شكوك في مدى استبعادهم هم اللاعب أنور الطريبي واللاعب أحمد مصطفى الحاج واللاعب عمر طاهر ومحمد رائد واللاعب مختار موفق. إلى هنا عزيزي المشاهد نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى إذا أعجبك الفيديو أن تدعمنا برايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلك آخر أخبار المنتخب اليمني للناشئين.